عشان ولدها بيتزوج. استغربت لأن آخر أولادها هو زوجي وهو متزوج، كيف ولدها بيتزوج؟ مين؟ شافتني مستغربة، وقفت قدامي وقالت لي إن زوجي هو اللي قرر يتزوج واحدة ثانية. انصدمت، كانت أكبر صدمة في حياتي. قلت لها بروح أسأل زوجي لأني توقعتها تمزح. وأنا رايحة الجناحي شريط حياتي مر قدامي، حسيت إني معصبة مرة، وحسيت بحزن، حسيت بكل شعور ممكن الواحد إنه يحسه، مع أني ما أخذ مني دقيقة عشان أوصل الجناحي. ما كنت شايفة قدامي أبدا. دخلت غرفتي ولقيت زوجي قاعد يتكلم بالجوال. لما شفته حسيت إن كأنه موية باردة انكبت علي. جلست على السرير وهو قفل المكالمة. أول ما شافني جلس قريب مني، وأنا على طول سألته إذا كلام أمه صح ولا لا. قال إن الموضوع صح، وإني أنا إنسانة مشغولة وما أهتم فيه، ويبغى يتزوج يكمل النقص هذا، وإن الموضوع مو حرام والشرع حلل له بدل الوحدة 4 ولازم أتقبل. كان يقول هذا الكلام بكل برود وكأنه عادي. فقلت له بهدوء إذا كان يبغى زوجة ثانية فالموضوع مستحيل، وإنه ما عنده إلا زوجة واحدة، يا يختارني أو يختارها. قال الموضوع مو بكيفك وتركني وخرج. ما عرفت ايش اسوي. اتصلت على ابويا، صح ان ابويا بنفس العقليه، لكن قلت اكيد انه بيوقف مع بنته على الاقل. كلمته وقلت له كل شيء. قال انه بيكلم زوجي. بعد فتره رجع اتصل علي، قال تعالي عندي نتكلم. اخذت بنتي وولدي ورحت بيت ابويا وجلست معه وسالته ايش قال. قال اسمعي يا بنتي، الزواج نصيب. اذا زوجك تزوج واحده ثانيه هذا مو معناته انك تتركي بيتك وزوجك وعيالك. خليه يتزوج 1000 وحده، في الاخير انت الاولى بكل شيء عنده. وانا اسمع كلام ابويا تذكرت امي. جلست أسأل نفسي إيش كانت راح تقول لي في هذا الموقف. لما أبويا خلص كلامه قلت له إني أنا بجلس هنا اليوم وبرجع بيتي بكرة. ما كان فيني حل أرد على كلامه أرهقني أكثر. أحب أبويا وأحترمه وأعزه، لأن أمي ربتني مهما سوى لازم أبقى أحبه وما أكسر كلامه مهما صار، ولا أحسس بيوم إن أمي ربتنا غلط. عشان كذا قررت إني ما أتكلم معاه في أي موضوع يخص هذا. لا، عشان كذا قررت إني ما أتكلم معاه في أي شيء يخص هذا الموضوع، وأنا بتصرف بنفسي. اليوم الثاني رجعت البيت بعد ما انتهيت من دوامي. كان في 2 من زوجات اخوان زوجي اللي لسه ساكنين في نفس البيت معانا. طلبتهم يساعدوني في اني اجمع اغراضي كلها، المهمه واللي مو مهمه، لاني ما عاد ابغى ارجع البيت هذا. بعد ما خلصنا اخذت مفتاح السياره ومفتاح بيتي اللي بنيته، اخذت بنتي وولدي ورحت للبيت اللي كان لسه ما حد سكنه. حطيت اغراضي، نزلت الاطفال وبديت ارتب البيت. كان في اثاث مع انه ما كان كامل، بس طلعت حرتي في الترتيب، ومن التعب نمت وصحيت العشاء. صحيت على دق الباب، من قوته حسيت ان الباب بينكسر. رحت فتحت الباب لقيت زوجي دخل يصارخ ويسألني ايش اللي قاعدة تسوينه. تركته ورحت اشوف الاطفال اللي كانوا نايمين ليكون قاموا من الصراخ. دخل وراي وسألني ايش هذه التصرفات. قلت له طلقني والاوراق توصلني باسرع وقت قبل لا يتم الزواج من الثانية. قال ما راح اطلقك لو ايش ما سويتي. قلت له بكل برود الارض بكيفك، مو الموضوع بكبر